مساء الخير وحلقة جديدة في الكرة مع عاكف. النهاردة هنتكلم عن ماتش الأهلي وبالميراس البرازيلي اللي لسه خلصان من شوية بفوز بالميراس 2-0 على النادي الأهلي. طيب، هل الأهلي يستحق الهزيمة النهاردة؟ أيوة، الأهلي يستحق الهزيمة النهاردة. الأهلي ما قدمش الأداء وحتى الروح اللي متعودين عليها من النادي الأهلي، بالرغم إن جماهير النادي الأهلي كانت حاضرة ومتواجدة وكانت بتدعم الفريق بشكل كبير جدا جدا جدا، وكانت اكتر من الجماهير البرازيلية اللي متواجدة في المباراة. النهاردة في عيوب كتير جدا جدا، احنا مش عايزين يعني نهاجم الفريق ونهاجم اللعيبة ونهاجم المدير الفني، خصوصا ان المباراة القادمة امام بورتو البرتغالي هيكون هي بشكل كبير اللي هتحدد مين المتأهل للدور الثاني، والاهلي مازال عنده فرصة كبيرة ان شاء الله ان هو يتأهل. انا بشوف ان بورتو اضعف بكتير من بالميراس. الاهلي طبعا ضيع فرصة كبيرة امام انتر ميامي ان هو كان يفوز من الاول، كان هيبقى محتاج مثلا التعادل قدام بورتو، ولكن دلوقتي ما قدامكش اي حل غير ان انت تكسب بورتو البرتغالي. النهاردة الماتش انا عايز بس اتكلم عليه فنيا سريعا. احنا حذرنا قبل البطولة ان اختيار المدرب للبطولة وكاس العالم للأندية فيها مجازفة ومخاطرة كبيرة من الإدارة، وقلنا لو المدرب نجح في البطولة هيكون كل الكريدت او كل المجد للإدارة اللي هي اختارت المدير الفني ده وخدت الريسك الكبير جدا. لكن قلت لكم لما الإدارة بتاخد ريسك كبير ويحصل فشل، برضو الإدارة هي اللي تتحمله كاملة. فلو الاهلي قدر ان هو يتاهل للدور الثاني يبقى الاداره نجحت في اختيارها، لو الاهلي فشل ان هو يتاهل للدور الثاني يبقى القرار اللي خدته الاداره بتعيين المدير الفني خوسيه ريبيرو كان قرار خاطئ جدا جدا، خصوصا ان الفتره قبل كاس العالم للانديه اللي مسك فيها 10 ايام بس. وانا مش بدي حكم نهائي على المدير الفني، ولكن في حاجات تلاحظ لاي حد يعني بيفهم في الكوره كده فنيا، تاخدها على المدرب. اولا طريقه اللعب اللي بيلعب بيها، ودي اهم حاجه. طريقه اللعب اللي بيلعب بيها ولا اللعيبه واخده عليها ولا حد فاهمها ولا اللعيبه فاهماها ولا حتى الجمهور فاهمها. يعني هو اختار طريقه غريبه وغير طريقه لعب الاهلي بطريقه كامله، فبقى في مشكله ما بين التحولات ما بين الدفاع والهجوم وخط الوسط، وفي نفس الوقت على الأجنحة ما بقاش فيه لعب بشكل كبير جدا جدا جدا، وكله بقى من العمق. ودي طريقة أنا بشوفها بتبقى صعبة جدا جدا، خصوصا لما تلاعب فريق زي بالميراس البرازيلي عنده سرعات وعنده لياقة بدنية عالية. انت ما عندكش اي حلول في قصة الاختراقات او ان انت تعمل ثرو باس مثلا انه يبقى انفراد. فطريقة انا بشوفها عليها ملاحظات كتيرة. ممكن يكون الراجل فكره حاجة وتطبيقه حاجة تانية، لان لسه اللعيبة مش فاهمة الطريقة كويس. ولكن زي ما بقول لكم الملاحظ لما الطريقة بتتقلب والنادي الاهلي وهو بيهاجم يلعب بجناح واحد بس طاير والجناح التاني ضامم لجوه، انا من لغايه دلوقتي مش فاهم ايه مغزاها وايه السبب اللي هو بيطبق بيه الطريقه دي. هل هو عايز يعمل كثافه في عمق الملعب لما الجناح بيطير ففي 2 لعيبه بيروحوا على الناحيه اليمين او الناحيه الشمال، فهو بيزود اللعيبه اللي في نص اللي في الدايره في البوكس طبعا لما تكون الكره على الجناح. ولكن التطبيق مش كده خالص. التطبيق اللي انا شايفه ان لما الجناح بيفتح على الطرف، لما الجناح التاني بقى للناحيه التانيه اللي عكسه بيضم على جوه، انت بتعمل كثافه جوه المنطقه بالمدافعين كمان اللي قدامك كتير جدا، فما فيش ولا لاعب عندك فاضي، وبيقفل على الناس اللي جايه من نص الملعب بتكمل. يعني محمد علي بن رمضان او لما كان امام عاشور والنهارده زيزو بيلعب في نص الملعب، يعني بيقفلوا عليهم بشكل كبير، فانت مش حاسس اصلا ان في تكمله من خط النص مع المهاجمين. فزي ما بقول لك الطريقه يا اما اللعيبه مش فاهماها يا اما هو نفسه الطريقه يعني مش عارف يطبقها، يعني اللي هو عايز يلعب بيها. فانا مستغرب من الموضوع ده، وانا شاكك ان اللعيبه، طبعا انا هتاكد من المعلومه، ولكن انا شاكك ان اللعيبه في اخر الماتش في اخر ربع ساعه لما
لعبوا على الاجنحه وفتحوا على الجناحين، زي ما شفنا اشرف بن شرقي كان بيخترق كتير جدا وكان ليه خطوره كبيره جدا، وزيزو بدا يبقى ليه خطوره على الناحيه اليمين. وحسين الشحات برضو لما نزل حسيت ان شكل الفرقه اتغير، ولكن حسيت اللي بيعمل كده اللعيبه من نفسها، يعني ما حسيتش ان دي تعليمات من المدرب. تحس ان اللعيبه رجعت للطريقه اللي هي متعوده عليها، الطريقه اللي هي لعبت عليها طوال الموسم اللي فات. وحسينا بشكل حلو للاهلي، حسينا بخطوره في اخر تقريبا 7 دقائق من المباراه. فانا بشوف زي ما بقول لكم لازم الراجل ده يتكلموا معاه، لازم عماد النحاس يتكلم معاه، لازم محمد يوسف مدير رياضي فعلا، بس لازم يوصل وجهه نظر مجلس اداره النادي الاهلي للمدير الفني قبل ماتش بورتو البرتغالي، علشان يحصل تفاهم ما بين اللعيبه في الطريقه اللي بيلعب بيها. انا شايف ان انت لازم ترجع، لازم مدير الفني يرجع للطريقه اللي لعب بيها الاهلي الموسم اللي فات، علشان الاهلي يظهر بمظهر افضل ان شاء الله في المباراه القادمه. وزي ما بقول لكم انا حاسس ان اللعيبه مش فاهمه الطريقه خالص، فان شاء الله يحصل تغيير. وانا قلت لكم قبل البطوله انا كنت افضل ان عماد النحاس يكمل كاس العالم للانديه، لان خلاص بدا هو يتاقلم مع الفريق بدا يتاقلم معاه، مفيش وقت ان المدير الفني يجي جديد، خصوصا ان مفيش فتره لفتره اعداد. ولكن زي ما بقول لكم هنساند المدير الفني، هنساند النادي الاهلي ان شاء الله قبل المباراه القادمه وهي المباراه الحاسمه. ولكن لازم يحصل جلسه مع المدير الفني سواء من خالد مرتجي او محمد يوسف مع عماد النحاس، ويتكلموا ان لازم يحصل تغيير في الطريقه، لازم الاهلي الماتش الجاي ده ينزل يلعب بطريقه هجوميه، ما ينفعش ان انا العب ب3 مدافعين في خط الوسط، حمدي فتحي ومروان عطيه ومحمد علي بن رمضان. بالرغم ان طبعا مروان عطيه مش هيلعب المباراه القادمه، فدي فرصه بقى لديانج ان انت تدفع بيه، ودي حاجه تانية عيب خطير جدا جدا شفته في البطوله دي، ان انت عندك محترفين 5 محترفين تلعب منهم محترف او 2 في الملعب اساسيين، دي حاجه صعبه جدا. يبقى معناها ان الراجل ده مش مقتنع بالمحترفين اللي موجودين معاه في البطوله، ودي زي ما بقول لكم مشكله كبيره. ولكن انا الغريبه ان هو بيلعب اشرف داري ويحيى عطيه الله النهارده ومقعد اشرف بن شرقي. انا بشوف ان اشرف بن شرقي وجراديا شار هم اخطر 2 مع اسامه ابو علي طبعا ومحمد علي بن رمضان، هم اخطر لعيبه في المحترفين اللي موجودين في النادي الاهلي. فلازم يحصل اتفاق ما بين الاداره وما بين المدير الفني حتى بعد كاس العالم للانديه علشان الموسم الجديد، لازم يحصل تفاهم في موضوع المحترفين. ما ينفعش يبقى انت عندك عدد من المحترفين كبير ونصهم ما بيلعبش او قاعد احتياطي وما بيشاركش مع الفريق. فان شاء الله بالتوفيق للنادي الاهلي المباراه القادمه، هندعم النادي الاهلي، وعايز كل الجمهور برضو يروح بكثافه في المباراه القادمه امام بورتو البرتغالي. ولسه طبعا الماتش ما بين بورتو وانتر ميامي هيتلعب كمان شويه، ونتمنى طبعا تعادل الفريقين او فوز بورتو البرتغالي على انتر ميامي، علشان المباراه اللي جايه تكون حاسمه ما بين النادي الاهلي وبورتو البرتغالي. النادي الاهلي ما قدموش الا ان هو يفوز المباراه القادمه حتى لو بنتيجه 1-0 او فارق هدف، هيتاهل النادي الاهلي بفارق المواجهات المباشره. ولكن المدير الفني لازم يعيد حساباته، النادي الاهلي اللعيبه نفسها لازم تعيد حساباتها برضه، لان انا شايف ان في لعيبه كتيره خارج نطاق الخدمه، خارج مستواها تماما. محمد هاني خارج مستواه تماما، يحيى عطيه الله مش في مستواه خالص، بعيد تماما، مفيش تكمله هجوميه حتى دفاعيا بطيء. اشرف داري برضو كان فيه مشاكل النهارده. انا بشوف ان الماتش الجاي غير بقى لعيبه كتيره، ابدا ببيكهام، ادي لعيبه عندها دوافع عايزه تثبت نفسها، نزل بيكهام مع ياسر ابراهيم، بيكهام بيقف على الكوره، لعيب واثق في نفسه بيقدر يكمل مع خط النص والهجوم، وزي ما بقول لكم بيلعب كرة على الارض. فمهم جدا ان انت تستعين بلعيبه زي كده. انا شايف برضو ان انت لازم تبدا بعمر كمال عبد الواحد، لازم لاعب يكمل في المنطقه الهجوميه،
ما ينفعش يبقى الاثنين الباكات، الباك اليمين والباك الشمال، راكنين ورا طول الماتش، ما فيش اي تكمله هجوميه، ولا محمد هاني ولا يحيى عطيه الله. انا برضو بشوف ان ديانج يلعب في نص الملعب لوحده من غير مروان عطيه طبعا لانه عنده انذارين، ومن غير حمدي فتحي. العب بس ب 1-6 و2-8. رجع الطريقه اللي كان بيلعب بيها النادي الاهلي وكان متفوق بيها. فلازم تلعب بديانج ومحمد علي بن رمضان، وانا شايف انه ممكن يلعب بتريزيجيه في نص الملعب، ويخلي اشرف بن شرقي وزيزو على الاجنحه، ويلعب وسام ابو علي مهاجم. لكن طريقه يعني العب 4-3-3، انا شايف ان هو لو لعب 4-3-3 المباراه اللي جايه قدام بورتو البرتغالي بالتشكيل اللي انا بقول لكم عليه، ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يحقق المكسب. العب بديانج في نص الملعب، محمد علي بن رمضان وتريزيجيه 2-8، لان تريزيجيه بيدافع كويس، محمد علي بن رمضان بيدافع كويس، والاثنين بيهاجموا كويس وبيكملوا كويس في منطقه الهجوم. العب باشرف بن شرقي او حسين الشحات وزيزو على الاطراف، ومعاهم وسام ابو علي، دول الثلاثه اللي يبقوا قدام. وعندك 4 في الدفاع، يحيى عطيه الله او كريم الدبيس، اشرف اسمه ياسر ابراهيم وبيكهام، وعندك محمد هاني او عمر كمال عبد الواحد. المهم هو خط النص والمهاجمين يكون في تفاهم ما بينهم، ويكون في تكمله، ويكون في ناس بتجري كتير في نص الملعب، لان دي حاجه برضو عيب كبير شفناه النهارده وشفناه في الماتش اللي فات. الفرقه بتبتدي كويس في الشوط الاول وتقع تماما فنيا وبدنيا، مش بدنيا بس، لا بتقع فنيا كمان. مفيش تركيز خالص، مفيش يعني كرة على الارض خالص ما بين اللعيبه. فدي مشكله تانية لازم المدير الفني يعيد حساباته فيها، يشوف ايه السبب الرئيسي ان الفرقه بتقع في الشوط الثاني. وان شاء الله بالتوفيق الماتش الجاي، وهنعمل لكم فيديو بعد مباراه انتر ميامي وبورتو البرتغالي. ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي في المباراه القادمه. ومش عايز الناس تحبط، مش عايز الناس تنتقد كتير، لا خلاص نقفل الصفحه ونركز في الماتش الجاي ان شاء الله. استنونا في حلقه جديده في الكره معاك.